والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتوكل على الله ونبدأ في الجزئية الجديدة من الأجزاء بتاعة الفيسيو مع بداية جديدة، وهي نشوف النهارده إن شاء الله مصطلح جديد عندنا اسمه الكاردياك انرفيشن. يقصد إيه بمصطلح الكاردياك انرفيشن ده؟ والله الكاردياك انرفيشن ده معناه ببساطة حاجة اسمها أو التعصيب بتاع جهاز القلب ده. هل يقصد بالتعصيب بتاع القلب ده الأعصاب اللي بتبدأ تمد القلب ذات نفسه؟ احنا اتفقنا اصلا انت قلت لي عكس الكلام اللي انت قلته لي. انت اتفقت ان القلب بتاعك اصلا مش بيوصل له اعصاب، مش بيوصل له اعصاب بالاستثاره، ده القلب بتاعه اوتو ريزميك اكزايتابل، بينشط نفسه بنفسه. بالظبط كده. الكاردياك انرفيشن دي شايف يقصد بيها ايه؟ قال ان القلب بتاعك هو عضو ينبض بشكل مستقيم، ما بيحتاجش نيرفات علشان يخليه ينقبض. امال اللي يوصل الانرفيشن ببساطه الانرفيشن دي يا شباب يعني تخيلوها كمركز تحكم او كغرفه تحكم ليها. الجسم بتاعك بيبدا يتحكم في معدل ضربات القلب، بيتحكم فيها على اساس ايه؟ والله على اساس السيتويشن اللي انت محطوط فيه. شخص مثلا نيرفس، ولا شخص مثلا في موضع فير، او شخص مثلا في موضع فايت. غرفه التحكم اللي هنعرف بعدين انها بتبقى موجوده في المخ. يعني عشان كده زي ما انتم شايفين الرسم اللي احنا رسمناها فيها جزء البرين. غرفه التحكم دي بتبعت اوامر للقلب بتاعك علشان يبدا يغير من الريتم بتاعه، سواء بالزياده او بالنقصان. في موقف تاني مثلا ممكن يبقى شخص محطوط فيه، والله موقف زي مثلا السليبنج او النوم، او في حالات الراحه. ايه اللي مطلوب من القلب في حالات الراحه؟ والله بيصطف حالات الراحه اللي بيحصل فيها ريفير لكل اجزاء الجسم، او تثبيت للذاكره، او جسمك بيبدا يحصل استشفاء لخلايا جسمك. والله ده مش مطلوب من القلب ان هو يشتغل بقوه كبيره. فايه اللي بيحصل؟ ببساطه خالص ان القلب بتاعك يبدا يقلل النشاط. وده اللي بيوصل اللي احنا قلناه او اللي بيوصلوا بكلمه الكاردياك انرفيشن او التعصيب بتاع القلب. الانرفيشن بتاع القلب بقى مكانه فين؟ او مين المسؤول او غرفه التحكم ديت موجوده فين؟ قال لك والله في غرفه التحكم ديت الموجوده في مظله اوبلونجاتا، بين قوسين النخاع المستطيل. ايه المظله اوبلونجاتا او ايه النخاع المستطيل؟ تقصد بيه ايه؟ اقول لك ببساطه اللي زي ما بنرجع تاني المثال اللي احنا اتفقنا عليه في غرفه التحكم. اتفقنا ان المخ بتاعك عباره عن حاجه اسمها مبنى كبير. المبنى دي بيتكون من مجموعه ادوار. الدور الارضي بتاعك في حاجه اسمها الغرفه من الغرف بتاعته اسمها المظله اوبلونجاتا او النخاع المستطيل. الغرفه دي بتبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها اوضه تحكم مسؤول عن التحكم في جزء بس من صغير من القلب، اللي هو ايه؟ الجزء المسؤول عن الاعصاب بتاع القلب. وهنعرف بعدين ان شاء الله قدام، سواء في ان شاء الله ندرس في الجويس سنترال نيرفس سيستم، ان المظله الاوبلونجاتا دي بقى مسؤوله عن كل الحركات اللا الموجوده في الجسم، سواء تنفس، سواء معدل ضربات القلب، او سواء حركه عضلات الغداء بشكل لا ارادي. اي حركات لا اراديه بتكون مسؤوله عنها حاجه اسمها المظله الاوبلونجاتا او النخاع المستطيل. نخش على الموضوع على طول. قول لي دلوقتي ايه هي الكاردياك انرفيشن دي؟ انت قلت لي دلوقتي في حالتين، حالات مثلا بيكون فيها اكسايت، شخص بيكون مثلا اكسايتد او شخص متحمس سواء بسبب خوف او بسبب فرحه، وشخص تاني بيكون في حاله راحه، بيكون في حاله نوم. فواضح ان في حالتين متعكستين. اقول لك بالظبط كده، لقوا ان الانرفيشن بتاع القلب بيتكون من نوعين. في حاجه اسمها في اعصاب معينه طالعه من المخ وبتروح للقلب. طبعا طالعه من المخ من المنطقه اللي في النص دي اللي اسمها المظله الاوبلونجاتا، المنطقه اللي في القاع، اللي قاعده المخ اللي اسمها المظله الاوبلونجاتا اسمها كاردياك اكسلريتنج سنتر. اكسلريت يا شباب يعني انتصار او انتشاء وكده. الكاردياك اكسلريتور سنتر. طب مكانها فين في الرسمه دي؟ الكاردياك اكسلريتور سنتر دي كانت كبدايه. والله انا شايف عشان نبدا نحل الرسمه دي مع بعض، انا شايف ايه؟ انا شايف المخ موجود اهوت، وشايف الجزء ده المفروض هو الهارت، وشايف النقطيات اللي موجوده في الرايت اتريا الهيستوري اللي موجوده هنا الاس اي نود، اس اي نود. واللي تحتها بشويه اللي موجوده في النص القلب دي اسمها ايه؟ دي اسمها الاي بي نود. جميل. حاجه ثانيه شايف في الرسمه، اقول لك انا شايف تي 1 تي 2 لحد تي 6. واضح ان ديت مجموعه ايه؟ واضح ان دي حاجه اسمها تي، ديت قاعد على ايه؟ قاعد على ثوراسيك. دي مجموعه اعصاب ثوراسيك، دي اعصاب الثوراسيك نيرفز. حاجه ثانيه شايف في الرسمه، انا برضه شايف حاجه اسمها جزء اهوت انت كاتب لي عايز الكاردياك انهبيتوري سنتر. موجود فين الكاردياك انهبيتوري سنتر ده موجود برضه في المنطقه اللي اتفقنا عليها اسمها النقطه المستطيل اللي هي البيزا جانجلي. المنطقه دي اسمها كاردياك انهبيتوري سنتر. جنبها بشويه مسافه 2 سم او اقل فيها النقطه دي، والنقطه دي بنسميها ايه؟ قال لك والله النقطه ديت بنسميها اللي هعرفها بحاجه اسمها
اللي اسمها الكارديو اكسلريتور سنتر. يعني الحته الصغيره اللي انتوا شايفينها دي يا شباب في 3 سنتر موجودين. اول سنتر موجود في المنطقه اللي ديت اللي بشاور عليها ديت، ده عباره عن حاجه اسمها كارديو اكسلريتنج سنتر. المنطقه الثانيه اللي فوقها بشويه ديت اسمها كاردياك انهبيتور سنتر. ودول تقريبا يا شباب اللي هيحاول الحصه النهارده هو يكون عليهم التركيز في الحصه النهارده. طيب جميل. قول لي بقى دول تقريبا بيعملوا ايه؟ يعني قلت لي في حاجه اسمها اعصاب خارجه من كاردياك، الاعصاب خارجه من المنطقه ديت وبتروح للقلب. هي انت شايف انها بتروح فين؟ تبدا تنزل اهو، تنزل لحد منطقه الثوراسيك، وتبدا في منطقه الثوراسيك تبدا تتفرع لاعصاب ثانيه صغيره. والاعصاب دي بتروح لفين؟ الاعصاب دي بترجع تتجمع تاني موجود في المنطقه ديت. المنطقه دي بترجع تتجمع تاني علشان تروح تدي تعصيب او تدي تعمل روابط مع مين؟ بتعمل روابط مع الاس اي نود زي ما احنا شايفين اهوت، وبتعمل روابط مع الاي في نود، وبتعمل روابط فين تاني؟ بتعمل روابط في بطول الجدار بتاع الفنتريكولار ماسل. يعني تاني شايف الجزئيه ديت بالنسبه للكاردياك. عايزين بس نشوف القلب بتاع الكاردياك اكسلريتور موجود فين. والله انا شايف ده كلها اللي اتفقنا عليها اللي هي غرفه التحكم اللي موجوده في الدور الارضي. دي تبقى موجوده فين؟ والله دي بتبقى موجوده في منطقه المظله بلونجاتا. المنطقه ديت بتتكون من 3 نيوكليو او 3 سنتر، 3 سنتر كبار. السنتر او المركز دول بيبدا يتفرع منهم حاجات صغيره. واحد اسمه سنتر اسمه كاردياك اكسلريتنج سنتر، وسنتر ثاني اسمه كاردياك انهبيتوري سنتر، والسنتر الثاني اللي هنعرف من بعدين ان السنتر ده بيطلع منه العصب الحرق او الريجوس كيرف. بيكون برضه طبعا ده بيكون برضه من انواع الفلور. نتبع بقى حاجه، نحاول نتبع مع بعض الكاردياك اكسلريتور سنتر دي بتبقى موجوده فين؟ هنلاقيها بتبقى نازله، بتفضل نازله لتحت، تفضل نازله نازله تعدي على مين؟ توصل تعدي منطقه الثوراسيك. طبعا احنا عارفين ان الاعصاب، لو حد فيكم ما كانش عارف، بالنسبه للاعصاب بتاعت جسمك الحبل الشوكي بيبقى نازل بطول العمود الفقري بتاع جسمك، بيعدي على منطقه الثوراسيك وبيعدي على منطقه السيرفايكال، المنطقه العنقيه اللي هي ال5 فقرات العنقيه، والثوراسيك ال 12 فقره ظهريه تقريبا، واللمبر وبيعدي على منطقه اللمبر. بيعمل فيهم ايه؟ والله المناطق دي اسمها مناطق سنترز. مناطق سنترز يعني المركز الاساسي. الموضوع ده شبه ايه؟ والله الموضوع ببساطه خالص شبه تليفونات مثلا، مركز اتصالات وكده. اول حاجه لو حد عنده معلومات وكده، تليفون الارض عندكم كده بيبقى ماشي ازاي؟ والله يبقى في حاجه اسمها كل مدينه مثلا بيبقى طالع منها مركز، ده اسمه مركز اتصالات. مركز الاتصالات ده بيعمل ايه؟ بيبقى خاص مثلا بمجموعه بيوت معينه او مجموعه شوارع. مجموعه الشوارع يبدا يطلع لكل شارع من الشوارع ديت، يبدا يطلع لكل بيت او كل منطقه من المناطق ديت يطلع لها وصل او اتصالات. هو كل شارع من الشوارع ديت يبقى فيه ايه؟ يبقى فيها تليفون صغير، يبدا يوصل مين؟ يبدا يوصل المركز الاساسي بالمناطق الثانيه المتفرعه منه. هو كذلك برضه شايف بالنسبه لمنطقه الثلاثيه ديت، بيبدا السنتر بتبقى موجوده بطول الحبل الشوكي موجوده، هي تبدا تتفرع منها فروع صغيره، تبدا الفروع الصغيره ديت تروح لباقي الاعضاء بتاع جسمك. يعني حاجه زي الكاردياك اكسلريتنج سنتر ديت. بتعمل ايه الكاردياك اكسلريتور؟ والله بس انا شايفها بتمد، احنا اتفقنا انها بتمد الفنتريكولار ماسل بشكل عام، بتمد الاس اي نود وبتمد الاي في نود. طيب انت قلت لي ان بقى في مركز التحكم ده، هنحاول نشوف الوظيفه بتاعت كل حاجه. ناخد مثلا في سيناريوهات موجود، وانت قلت بدل انت قلت لي ان هو مركز تحكم. طيب احنا في سيناريوهات موجود وحصل موقف مثلا يستدعي ان احنا يجي لنا فير، يستدعي ان احنا يجي لك فير مثلا، او انت محتاج تهرب من حاجه مخوفاك ولا حاجه. ايه العمل او مركز التحكم ده هيشتغل ازاي؟ يبقى احنا كده محتاجين نشوف حاجه اسمها، بالنسبه لحاجه اسمها الكاردياك اكسلريتنج سنتر. نشوف مع بعض التاثير بتاعه في الجسم عامل ازاي، ايه الفانكشن بتاعته بتبقى عامله ازاي في الجسم. والله اول حاجه ان هو بيعمل حاجه اسمها بيعمل حاجه اسمها زياده الهارت ريت، بيزود لي معدل ضربات القلب. واظن منطقي جدا يعني، حتى على مدار الاربع خواص بتاع القلب لما كنا بنشوف السيل او الفاكتور المؤثره في كل خاصيه من الخواص ديت، عرفنا ان الجهاز التساوي في كل الخواص دي كان بيعمل ايه؟ ده كان بيعمل استثاره، كان بيعمل اكسايتابيلتي، كان بيعمل هاي. جميل. حاجه ثانيه ممكن نقولها، انا والله برضه لان هو بيعمل حاجه ثانيه اسمها ايه؟ لان هو بيعمل حاجه اسمها بيزود احنا الخواص اللي كنا موجودين عندهم اسمها ايه؟ مش كان في خاصيه اسمها كوندكتيفيتي او التوصيليه، وخاصيه ثانيه اسمها، خاصيه ثانيه موجوده عندنا اسمها اكسايتابيلتي او القابليه للاستثاره. لو الكاردياك اكسلريتور سنتر اللي هي طبعا بيبقى الفروع بتاعتها تبع لمين؟ تبعات عصبيه تبع الجهاز التنفسي او الجهاز التحفيزي. لا ما هنعمل ايه تاني يا شباب غير ان هو بيزود الهارت ريت وبيزود الكوندكشن والاكسايتابيلتي؟ لا بيزود حاجه اسمها الكونتراكتيليتي. هل في كلام جديد قلناه ولا هل في كلام اصلا مش مفهوم؟
كل الكلام ده متكرر طبعا. الحاجه الجديده بقى اللي ممكن نضيفها في بالنسبه للجزئيه دي لانها بتعمل حاجه ايه؟ قال لك والله البساطه مش مجرد انها بتاثر بس في القلب اللي انت شايفه دوت، ده بتاثر في باقي حتى فاهم القلب ده تابع الجهاز الدوري، الجهاز الدوري بيضخ دم في كل اجزاء الجسم. مش التاثير بتاع المركز ده تاثير مش مجرد على القلب بس العضويه المحدده ديت، ده بيأثر في كل وسائل النقل التانية اللي موجوده في الجسم، بيأثر في كل الاوردة والشرايين اللي موجوده في الجسم بتاعك. يبقى الوظيفه اللي حضرتك بتقول عليها والله كان بيأثر في حاجه اسمها الفاسكولار وول، زود حاجه اسمها الفاسكولار، بيأثر بحاجه اسمها الفاسكولار وول. نبدا نشوف بس طبعا الحاجات كلها اللي اتكررت كتير. حاجه زي الهارت ريت مثلا اللي مسؤول عن حاجه اسمها، طبعا الهارت ريت بيعبر عن حاجه اسمها ايه؟ ده بيعبر عن حاجه اسمها الريزمستي او الانتظام بتاع القلب. لما اقول الهارت اكسلريتور بيزود لي الهارت ريت اللي هي تبع خاصيه الريزمستي. السؤال اللي هو طبعا لانها المعلومه قديمه ودرسناها كتير، ده بيحصل ازاي؟ ببساطه يا شباب احنا اللي قلناها، طب مين اللي تابع الجهاز السمبثاوي؟ مين المواد اللي كانت تابعه ليه؟ اللي كانت تابعه الماده اسمها حاجه اسمها نورابينفرين وايبي نفرين. النورابينفرين والابنفرين كانوا بيرتبطوا بمين؟ كانوا بيرتبطوا بريسبتور معين اللي هو بيتا 1 ادرينرجيك ريسبتور. البيتا 1 ادرينرجيك ريسبتور لما بيرتبط بالنفرين او النورابينفرين كان بيعمل ايه؟ ده كان بيؤدي الى تحفيز الجهاز السمبثاوي، يؤدي الى زياده السمباثيك، وبالتالي يؤدي الى زياده الهارت ريت. حاجه ثانيه برضه بالهارت ريت زياده الكاردياك انرفيشن والكاردياك ريزيريتنج سنتر دول بيعملها من اجل زياده الهارت ريت. قال لك والله برضه ليه دور برضه زي ما احنا اتفقنا، زياده الهارت ريت او زياده المسافه. احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين الهارت ريت يزيد او معدل ضربات القلب تزيد، فالمسافه بين كل نقطه والثانيه هي المسافه بين كل نقطه والثانيه. مثلا في الآية كده بري بوتنشال ماشيه هي من نقطه بري بوتنشال نقطه. احنا طبعا مش هنقدر نتحكم في الديبولاريزيشن ولا الريبولاريزيشن، مين يقدر يتحكم في المنطقه دي اللي هي المنطقه حاجه اسمها البري بوتنشال. احنا محتاجين نزود الهارت ريت. نعمل ايه؟ والله ببساطه لو عايز تزود الهارت ريت في نفس المده الزمنيه قلل منطقه البري بوتنشال، تقللها ازاي؟ ببساطه بدل ما انت كنت داخل في مرحله ماشي في مرحله الاستقطاب ببساطه سرع من ازاله الاستقطاب. فقال لك والله بيعمل حاجه اسمها بيسرع من الدي بولارايزيشن. طبعا شايف الكلام ده كله قديم فانا بشرحه بسرعه. الكلام ده اصلا اتقال في الاربع خواص اللي احنا درسناها. بيشرح في حاجه اسمها الدي بولارايزيشن. حاجه ثانيه برضه بيعملها، قال لك والله برضه في حاجه اسمها الدي بولارايزيشن، بيضيق في حاجه اسمها كيو ار اس كيرف. وده هنعرفه ان شاء الله لما نيجي نشرح مع بعض الاي سي جي بتاع القلب. ايه الكيو ار اس ده يا شباب؟ والله ببساطه الكيو ار اس يوصف بقى المنطقه دي اللي هي النبضات بتاع القلب دي. طيب ننتقل للخاصيه الجديده او الفانكشن الجديده اللي بيعملها الكاردياك انرفيشن، اللي هي بتعملها الكاردياك اكسلريتنج سنتر ديت، وهي بتزود حاجه اسمها الكوندكتيفيتي والاكزرتيفيتي. مش هنقف فيها كتير ازاي الكوندكتيفيتي التوصيليه بتزيد. قال لك والله لانها بتزود توصيل مين مسؤول عن توصيل الاس اي نود والاي بي نود. الاس اي نود والاي بي نود اللي انتم شايفين في الرسمه، الاس اي نود اللي موجوده هنا والاي بي نود اللي موجوده هنا. شايفين الاثنين متوصلين بالتين لو قعدنا نتبعهم ده متوصلين نمشي كده فوق 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 ويتجمعوا هنا في نقطه. يبقى النقطه لما تتجمع يتفرقوا تاني في المناطق بتاع الثوراسيك نيرفز ديت عشان يطلعوا يتجمعوا تاني. يتجمعوا فين؟ ده بيتجمعوا في المنطقه اللي اسمها كاردياك اكسلريتنج سنتر. يعني هي تبع حاجه اسمها كاردياك اكسلريتنج سنتر. بتعمل ايه؟ قال لك والله الاس اي نود ديت في حاجه اسمها الاس اي نود. الاس اي نود قال لك والله دي بتسرع من توصيل الاس اي نود، بتسرع من توصيل النبضات من الاس اي نود. توصلها لمين؟ قال لك والله بيسرع برضه توصيل الاس اي نود لحاجه اسمها الاي في نود، وحاجه ثانيه للرايت والليفت فينتريكل. ده كله في سبيل ايه؟ والله في سبيل انك تزود او تحمس القلب بتاعك، انك تزود السرعه بتاعت القلب بتاعك. بيتم زي الاس اي نود والاي بي نود. ده والله خد بالك برضه مش كده بس، ده الاي بي نود كان ليها خاصيه مميزه قوي اسمها، كنا بنسميها حاجه اسمها الاي بي نودال ديلي. الاي بي نودال ديلي او التاخير. قال لك والله الاي بي نودال ديلي ده اللي بيعمل تاخير، انا مش محتاج اعمل تاخير، ده انا محتاج ازود لي من الكاردياك اكسايتابيلتي. قال لك والله ده بيقلل حاجه اسمها الاي بي نودال ديلي. نشوف بس الدراسه بقى دلوقتي. اتكلمنا عن ان زياده الكاردياك اكسلريتنج سنتر ده بيزود الهارت ريت، واتفقنا الوسائل اللي هي بتزود الهارت ريت وسيله زي النورابينفرين والابنفرين اللي
بيشتغل بيتا ادرينرجيك ريسبتور. بيعمل لي ايه؟ ده بيعمل لي بينشط الجهاز التساوي بيسرع لي الديبولاريزيشن. عارف يعني ايه بيسرع الديبولاريزيشن؟ يعني لما كان الكيرف ماشي كده شويه يخليه ماشي بشكل افقي، قال لك لا ده بيسرع الديبولاريزيشن الرأسي، بيسرع الديبولاريزيشن الرأسي، وبالتالي بيعمل لي ايه؟ وبالتالي بيزود لي الميل، وبالتالي الميل هيزيد، السلوب هيزيد. جميل. والرسم برضه حاجه تانيه اسمها خواص زي الكونتاكتيفيتي والاكزايتابيلتي. ما هي معنى الكونتاكتيفيتي؟ الكونتاكتيفيتي معناها حاجه اسمها التوصيليه او سرعه توصيل النبضات على الاعضاء بتاع القلب ديت، سواء الاس اي نود والاي بي نود والفنتريكل والسبتم وكل الاماكن بتاع القلب ديت. وده بيتم ازاي؟ ده كان بيكون عبر الخواص بتاعت كل حاجه. في حاجه اسمها ايفي نودال ديلي وهي التاخير او التبطيء اللي الايفي بتعمله، قال لك والله ده بيبطئ شويه، يعني الايفي نودال ديلي ده بيقل شويه، ما يبقاش فيه التاخير ده، ما يبقاش فيه اللاج ده. فده بيعمل لي ايه؟ فده بيزود له السرعه، بيزود له سرعه التوصيل. وطبعا الاس اي نود بسرعه كده بتزيد. حاجه ثانيه نسينا نقولها، بيشتغل برضه شغال على الجدار بتاع الرايت والليفت فنتريكل، وبيزود من سرعه استقبال النبضات بتاعت الاس اي نود ديت. وكده ممكن ننتقل للخاصيه اللي بعدها. كمان احنا قلنا كل الاجزاء ديت، ممكن ننتقل لخاصيه جديده اسمها خاصيه جديده اسمها الكونتراكتيليتي. بيعمل ايه من خاصيه الكونتراكتيليتي او بيعمل ايه خاصيه الجهاز المساوي؟ لما كنا بناخد خاصيه الكونتراكتيليتي قلنا في فاكتورز افكتنج الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هي الجهاز المساوي. كان بيعمل الجهاز المساوي والله الضغط كان بيزود الكونتراكتيليتي. اللي بيزود الكونتراكتيليتي ازاي؟ قال والله الضغط بيزود الكالسيوم مولابيدين اللي بيخش انسايد السيل، ده بيزود الكالسيوم اللي موجود داخل الخلايا. طب ده بيعمل ايه لما بيزود الكالسيوم داخل السيل؟ ببساطه زياده الكالسيوم داخل السيل ده بيزود الكونتراكتيليتي. عرفت منين قانون؟ عرفت من قانون حاجه اسمه ستار لينك لو. بس التعبير الجزئي عن ستار لينك لو اللي هو زياده الكونتراكتيليتي بيتناسبا طرديا مع كميه الكالسيوم الموجوده داخل الخليه اللي بيطلع لي من السيركوبلازميك ريتيكولم. ده اللي عرفناه في خاصيه الكونتراكتيليتي بتاع الحصه اللي فاتت. ننتقل للخاصيه الجديده بقى اللي كانت موجوده. قال لك والله ده برضه ليه تاثيرات على مش مجرد القلب بس، ده بيأثر على كل وريد وكل شريان. يعني المنطقه الصغيره اللي شايفينها في المخ ديت، المنطقه الصغيره دي بتاثر على كل شريان وكل وريد موجود في الجسم. بتاثر فيه اللي هو بتاثر فيه ازاي؟ الفاسكولار وول ده بتاثر على مين؟ قال لك والله بتاثر على حاجه اسمها الفينز زائد الارتريز اوف بادي. بتعمل ايه يعني الفينز والارتري بتاع البادي ديت؟ السؤال دلوقتي ازاي حاجه صغيره زي ديت شويه مجموعه اعصاب ومجموعه اعصاب طالعه منها بتاثر في كل عصب او في كل وريد وكل شريان من موجودين في الجسم؟ ازاي اصلا وريد والشريان بتعرفوا العصب ده؟ يعني ازاي بتعرفوا على بعض؟ ممكن مثلا تعتبرها حاجه بره عننا خالص وتعدي عليها وما ترتبطش بيها. قال لك لا مش ماشي كده. قال لك والله ده في حاجه العضلات الملساء او الجدار الملساء بتاع الوريد والشريان، في حاجه موجوده بناخد مثلا ده شريان موجود اهوت. الجدر الملساء اللي موجوده هنا، الجدار الملساء بتاع الوريد والشريان ده موجود فيه عضلات، موجود فيه مستقبلات معينه اسمها الفا 1 ريسبتورز. الالفا 1 ريسبتور دي اصلا متخصصه وشغلتها كلها في ايه؟ هي ريسبتورز بتخليها فاضيه. الشغلانه بتاعتها الوحيده كانت تصدر اشاره او نبضه عصبيه بتجيلها من حاجه اسمها السمباثيك من الجهاز السمبثاوي. ايه اللي بيحصل ان لما الالفا 1 ريسبتور دي بتستقبل اشاره من الجهاز السمبثاوي، والله ده بيؤدي الى انقباض جذور الاوعيه الدمويه. انقباض الفين والوي تؤدي الى انقباض الفين والارتري. انقباض الفين زائد الارتريز. ليه ممكن يعمل لي حاجه زي انقباض الفين والارتري؟ ده يفيد في ايه؟ في زياده الحاجات كلها او في زياده الاداء بتاع القلب. اقول لك لا والله ببساطه الحاجه زي انقباض الفين والارتري ديت لما تبدا تضغط على انبوبه ملساء، تبدا تضغط على القلب، تبدا تضيق لي الوعاء بتاع الارتري والشريان، ده انت كده بتزود المقاومه. زي ما اتفقنا حتى بالفيزياء المقاومه كانت بنسبه عكسيه مع نص القطر. لما بتزود المقاومه او بتزود قوه التصادم او قوه معاكسه لضغط الدم، انت كده بتجبر القلب بتاعك ان هو يعمل ايه؟ بتجبر القلب بتاعك ان هو يزود ضغط الدم في الشريان ده، وبالتالي يزود لي البلاد بريشر، بيزود ضغط الدم. قال الموضوع ده بيؤدي الى زي حاجه اسمها البلاد، بيزود لي حاجه اسمها البلاد بريشر. نعرف الحاجات دي منين؟ والله المثال اللي بتاع كتير قوي، المثال اللي بتاع خرطوم الميه. انت محتاج دلوقتي خرطوم، محتاج تزود التدفق شويه او تزود الضغط اللي بيطلع، ضغط الميه من الخارج من الخرطوم. بتعمل ايه؟ انت بتمسك
الضغط بتاعه سنه صغيره، ده بيعمل ايه؟ ده بيزود التدفق. قال لك والله ده بيزود حاجه اسمها البلاد بريشر بتاع القلب بتاعك. كده تقريبا شباب خلصنا اول جزئيه بتاعت الكاردياك اكسلريتنج سنتور. بس ما ينفعش نسيب الفاسكولار وول ديت، اللي لازم نتكلم عن ملحوظه صغيره او نتكلم عن حاجه معينه اسمها الفاسكولار تون. ايه هي الباسورد تون ديت؟ والله الباسورد تون يا شباب يعني ايقاع. ايه هو الايقاع الوعائي ده او ايقاع الشريان الكبير ده؟ قال لك والله ببساطه لا، الاوعيه الدمويه بتاعتك المفروض الوعاء الدموي اللي بيتكون من جذور منساه. المفروض الجذور منساه في حاله الراحه. انت اتفقت ان الجهاز السمساوي ده اصلا، انت في بدايه الحصه خالص قلت لي ان حاجه زي الجهاز السمساوي دي بتشتغل بس في حالة الفلايت. انت دلوقتي حابب تقول لي في حاله الراحه، طب يعني الباسكور كنت بتشتغل في حاله الراحه، ليه بتشتغل في حاله الراحه ديت؟ اقول لك والله ببساطه يا أمي، انت في حاله الراحه بتاعتك وانت قاعد مستريح مفيش اي مشكله، الاوعيه الدمويه بيوصل لها انجاز السمبثاوي، بيبدا يروح للاوعيه الدمويه بتاعتك، نفس ده شويه موجوده اهوت، بيجي لها عصب من الجهاز السمبثاوي يبدا يحفز الاوعيه دي انها تنقبض. هل بيحفزها انها تنقبض بقوه يعني وتزود الضغط قوي؟ لا، مش الدرجه دي. ده بيحفزها بس انقباض خفيف بطيء ومستمر. الجمل دي خصائص قال لك والله هو تفريغ سمبثاوي مستمر ودائم لوجود الاوعيه الدمويه. يعني انت عارف لسه دلوقتي ايه تفريغ سمبثاوي ده؟ قال لك والله ببساطه التفريغ السمبثاوي يعني الجهاز السمبثاوي بيقوم بالوظيفه بتاعته، بيفرغ طاقه وبيفرغ الوظيفه بتاعته اللي في ايه؟ في انقباض مستمر ودائم للاوعيه الدمويه بتاع جسمك كله على مدار اليوم، على مدار كل حياتك. يعني انت بطبيعتك الاوعيه الدمويه بتكون منقبضه بشكل دائم. طب ليه دي ربنا يخلق حاجه زي ديت؟ قال لك والله ببساطه ده اللي وهل دي بتعمل لي مشكله ولا لا؟ ميزه ولا عيب؟ ولا لا طبعا دي ميزه كبيره. ليه بقى؟ لانه بيحافظ على حاجه اسمها الباسبورت، بيحافظ على حاجه اسمها الستوريك البريشر بتاعك بيكون دايما 80. لو قدر الله شخص عنده مشكله، حصل له حاله مرضيه او مشكله ادت ان الجهاز السمبثاوي بتاعه ما يحفزش الاوعيه الدمويه، ما الاوعيه الدمويه ما تبقاش منقبضه، وده بيؤدي الى ايه؟ يؤدي ان لما الجهاز السمبثاوي ما يروحلهاش تبدا تقعد في حياه طبيعيه بتاعتها تبقى واسعه. لما ده بيؤدي الى ايه؟ والله يؤدي الى ضغط الدم اللي موجود فيها هيحصل له ايه؟ ضغط الدم هينزل، هيقع في الارض، هينزل جامد، وده مش هيحافظ على الدايستوليك بريشر. هتلاقي ان الدايستوليك بريشر لما كان 80 في الحاله الطبيعيه نورمال هيوصل لحاجه اسمها، ممكن يوصل لمرحله 60 و50، وده ممكن طبعا يعمل مشاكل وممكن لا قدر الله توصل للوفاه لو الدم، لما ضغط الدم نزل ما بقاش يقدر يوصل لباقي الاعضاء اللي موجوده في جسمك. ده نشوف بس ايه الحاجات اللي احنا قلناها وايه الحاجات اللي سبناها. والله احنا اتكلمنا عن حاجه اسمها الفاسكولار كونستريكشن ديت او الفازو كونستريكشن، واتفقنا انه اللي بتحصل في كل الجذور والاوعيه الدمويه بتاع الفيمز والارتري اللي موجوده في جسمك بتتم عبر المستقبلات الموجوده في الاوعيه الدمويه المرساه. الاعضاء المرساه بتاعتها اسمها الالفا 1 ريسبتورز، ودي بتزود المقاومه، ولما تزود المقاومه انا في مقاومه بتربط يتحط قدامي بدل ما هو قدامي اهوت وزود له مقاومته، اعمل ايه؟ بضغط عليه زياده، فبالتالي ده بيزود البلد بريشر. واتكلمنا برضه عن اهميه بالنسبه للموضوع ده. اتفقنا على حاجه اسمها السمباثيك، مش الفاسكولار تون، معلش تعريف اسمه السمباثيك تون. معناها ايه السمباثيك تون ده يا شباب؟ اتفقنا ان هو تفريغ مستمر ودائم للاوعيه الدمويه مسببا انقباضا وعائيا مستمرا. تاني تعريف ظاهره السمباثيك تون هو تفريغ وعائيا مستمرا ودائم مسببا انقباضا وعائيا مستمرا. واتفقنا انها الوظيفه بتاعتها انها بتحافظ على الدايستوليك بريشر. مكتوب برضه ملحوظه صغيره ان دايما مش مجرد انقباض بنركز عليها برضه، ان هو مش مجرد انقباض قوي، ده بيبقى التردد بتاعها بيبقى تردد منخفض، مجرد بس ان تبقى ماسكه نفسها او تبقى مشدوده سنه صغيره، ولا منقبضه قوي ولا منبسطه. مع انتهاء الجزئيه بتاعه الكاردياك اكسلريتنج سنتر او دور الكاردياك اكسلريتنج سنتر في زياده وظيفه القلب وزياده الاداء بتاع القلب. احنا محتاجين بقى نشوف الحاجات الثانيه بتاعت زي ما اتفقنا. السيناريو الثاني بتاعنا كان ايه؟ والله كان في سيناريو ثاني اللي هو كان في نوم او الراحه بتاعتك. احنا متفقين ان الحالات اللي الجسم بتاعك بيكون محتاج استشفاء او محتاج راحه، وده في الحاله ديت معدل ضربات القلب الزياده بتاعتك مش هيبقى ليه لازمه، محتاجين القلب بتاعك يكبح نشاطه شويه او يقلل نشاطه. بيتم ازاي الموضوع ده؟ والله بيتم عبر اعصاب معينه اللي مسمينه العصب المبهمي او العصب الفيجاس نيرف. موجود فين العصب الفيجاس نيرف ده او موجود في انهي جزئيه؟ والله بالنسبه برضه لنفس الرسم اللي رسمنا دي حاجه اسمها النخاع المستطيل او اللي بيطلع اوبلنجاتا. النقطه الصغيره دي يا شباب، النقطه الصغيره دي بنسميها الكاردياك انهبيتوري سنتر.
كاردياك انهبيتوري سنتر، تبدا الكاردياك انهبيتوري سنتر. وفي برضه وهي منطقه جنبها اللي هي الفيجاس، المنطقه اللي بيطلع منها الفيجاس. شايفين نبدا نتبع المنطقه دي رايحه فين، تبدا تمشي 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 وتروح برضه هي كمان رايحه فين، بتروح للاس اي نود او العقده الاذينيه، وبتروح لحاجه اسمها الاي في نود، بتروح تعمل امداد للاس اي نود والاي في نود. بتعمل ايه او الدور بتاعها ايه؟ والله ببساطه احنا محتاجين نقلل اداء القلب. ايه التاثير مثلا على الهارت ريت؟ والله ببساطه لو انت عايز تعمل لي بدل ما انت بتسمعها كاردياك انهبيتوري سنتر، كاردياك انهبيتوري يعني انهبيت الكارد، فبالتالي بتعمل لي حاجه اسمها بتقلل تاثير الهارت ريت، بتقلل من عدد نبضات القلب. طب ده بيتم ازاي؟ والله اكيد مش انت قلت لي ان احنا درسناها على مدار الاربع فواصل اللي فاتوا، الماده المثبطه اللي اسمها الاسيتايل كولين، اللي انت شفت دور على المستقبل بتاعها اللي هو ام 2 ريسبتورز. ده المستقبل ده موجود فين؟ موجود في حاجه اسمها الاس اي نود. يعملوا لي ايه؟ والله ببساطه يقللوا لي من الهارت ريت، يقللوا لي من معدل ضربات القلب. احنا اتفقنا ودرسنا على مدار الحصه اللي فاتت، المفروض بنسمع دلوقتي الكلام ده بالنسبه لكم مش جديد ولا حاجه. بيتم ازاي؟ والله ده بيتم عبر شويه حاجات معينه، زي ايه؟ زي اللي هو يعمل لي حاجه اسمها ايمر بولارايزيشن او زياده الاستقطاب. بيتم زي زياده الاستقطاب ببساطه. احنا محتاجين في مرحله اسمها البري بوتنشال، ديت البري بوتنشال على مدار الزمن. لما تديني بري بوتنشال لمده ثانيه واحده كمثال ليكم، تعمل ديبولايزيشن ده خليهم 2 او 3، كل 2 او 3 ثواني. ده بيعمل لي ايه على مدار الزمن؟ يقلل لي من معدل ضربات القلب على مدار الزمن. ده مثلا طيب كده بالنسبه لأول خاصيه اللي مسمينها الهارت ريت. في حاجه ثانيه زي خاصيه مثلا زي اسمها الكونتاكتيفيتي، الكونتاكتيفيتي او التوصيليه. ايه دور الكاردياك انهبيتور سنتر في الكونتاكتيفيتي؟ زي ما قلنا كلمه انهبيتور ديت اسمها انهبيشن، فبالتالي بيعمل لي حاجه اسمها كونتاكتيفيتي. طب بيشتغل ازاي على الكونتاكتيفيتي؟ والله في حاجه اسمها توصيليه، توصيل الشحنات. طب ما نبدا من المصدر بتاع الشحنات اللي هو الاس اي نود، نبدا نروح للاس اي نود ديت ونبدا نثبط او نقلل من الشحنات اللي طالعه منها. حاجه دي اسمها ايه في نود ديلي، برضه حاجه اسمها ايه في نود. الاي نود ده كان لها خاصيه معينه اسمها الديلي. ايه رايك في التاخير؟ انا محتاج اثبط من التوصيليه. اعمل ايه في التاخير؟ انا محتاج اقلل التوصيليه، اقلل التوصيل يعني ازود تاخيره، ازود من الديلي، ازود من ايه في مدى الديلي. حاجه ثانيه انا محتاج برضه احدد الجدران بتاع الفنتريكولار وولز، اخليها ايه؟ ابدا اقلل من التوصيليه بتاع الفنتريكولار وول، اقلل الفنتريكولار وول كوندكشن، اقلل من استقبال الفنتريكولار وول او الفيرتيكال فيبر او غيرها من استقبالها للماده الكهربائيه اللي طلعت فيها. وبالنسبه برضه للنتيجه الخاصيه العضليه زي السبيسيتي او الاكسايتابيلتي، بيحصل كل ده بيقلل الاكسايتابيلتي and rhythmicity. حاجه تانية عايز تضيفها يعني؟ اصل شايف الكلام كله قديم، هل في كلام جديد عايز تقوله؟ ولا لا بس هو ده كلام، بس هو ده الكلام اللي المفروض تدرسه يعني موجود في الكتاب. بس بصراحه انا ما ينفعش اسيبها كده بس دول بس. احنا ما ينفعش ندرس الكاردياك انهبيتور سنتر الا لما ندرس برضه زي ما درسنا برضه بالنسبه للجهاز التساوي حاجه اسمها سيمبستيك تون. محتاجين برضه بالنسبه للفصيله ندرس حاجه اسمها نيوكلار اسكيب. اسكيب يعني اهرب من الفنتريكل. ايه الفنتريكل يهرب؟ دي معناها ايه؟ دي مش الفنتريكل يهرب، دي معناها ايه؟ دي اسمها ملجأ الفنتريكل او حاجه اسمها نجاه الفنتريكل. ايه موضوع الفنتريكل اللي بينجو ده؟ الفنتريكل الاسكيب عشان ينجو ده؟ ولا ببساطه دي حاله مرضيه. قال لك والله المفروض ان الفيتس كانت الحاله المرضيه بيحصل فيها ايه بالنسبه لحاجه اسمها الفنتريكولار اسكيب ديت؟ ايه التفسير بتاعها؟ الفنتريكولار اسكيب ديت اجمالي الحاله اللي بيحصل فيها الاس اي نود، مش مجرد انها بتقلل نشاط الاس اي نود. المفروض ان هو الانهبيتور سنتر الانرفيجاس بيروح للاس اي نود وبيخليها تقلل النشاط بتاعها، يقول لها يا بنت قللي نشاطك. لا، ده الفنتريكولار سكيب هي بتقف كامل لحاجه اسمها الاس اي نود. وطبعا الاس اي نود لما بتقف بشكل كامل الاي نود هيحصل لها ايه؟ برضه الاي نود بتقف بشكل كامل. الحاله دي جديده علينا يعني. اولا انا ما اعرفش ان ممكن الاس نود اللي المفروض تنبض كل ثانيه وكل اجزاء من في كل اجزاء من الثانيه بتنبض لي نبضه او اثنين، تقول لي انها ممكن تقف. طب تقف؟ ما ممكن تقف، القلب هيشتغل ازاي؟ ده القلب كله بيعتمد عليها. ده حتى طب
القلب وقف عليه، البطين بتاع القلب الفنتركل ده هينمو ازاي، او الفنتركل ده ايه اللي ممكن يحميه؟ بقى خاصيه معينه للفنتركل ديت اسمها الفنتركل سكيل. انت دلوقتي اعطيك حاجه اسمها الاس اي نود والاي نود. مين الجند الخفي او مين المكون اللي موجود في القلب؟ ده اللي كان اللي هو اسرع مكون بالنسبه للقلب في النبض، اللي كان بينبض تقريبا بسرعه 4 ل 5 متر كل ثانيه. التوصيليه بتاعت النبضات بتاعته كانت 4 ل 5 متر في الثانيه. كان في مكون اسمه البروتين فايبر. مين البروتين فايبر؟ الجندي ده ماله بيعمل ايه؟ قال لك والله البروتين فايبر ده هو اساس السكيل، اساس نجاه الفنتريكل اللي من غيره كان بص هيموت. انت متخيل هو عمليه في حاله الاس نود او الاي نود بتبقى 30 الى 50 ثانيه بالكامل، من 30 الى 50 ثانيه بالكامل ما بيطلعش اي شحنات، هي مجرد وقوف. عارف يعني ايه ده اللي هيحصل؟ يعني عارف يعني ايه 50 ثانيه بالكامل الهارت بتاعك او النبضات بتاعتك مش بتوصل؟ ببساطه المخ بتاعك ده لو القلب المضخه دي ما اشتغلتش، المخ بتاعك الخلايا بتاعته مش هتتغذى، هيحصل موت في خلايا المخ، هيحصل نيكروزس في خلايا البرين، هيحصل موت. طب البروتين فايبر بيعمل ايه؟ هقول لك البروتين فايبر بيعمل ايه؟ والله البروتين فايبر زي مثلا جندي قاعد ده مثلا خندق اهوت، ده خندق وقاعد في حاجه اسمها البركنجي، ودي مثلا حاجه اسمها القياده بتاعته، القياده بتاعت اس اي نود، ده القائد بتاعها، والوزير بتاعه حاجه اسمها الاف نود. المفروض في ظرف كل ثانيه بتمر على القلب بتاعتك بيحصل في حاجه اسمها رساله. اللي بيبقى موجود في الرساله دي اسمها ايه؟ الرساله اسمها النبضه. والله بص البروتين فايبرز او الجندي ده بيبقى قاعد في الخندق بتاعه قاعد مستخبي، والمفروض والله كل ثانيه هو عارف حافظ ان كل ثانيه بيجيله رساله معينه. اللي حصل في الحاله ديت ان عدى كام؟ ده قاعد مستني ثانيه مفيش اي رساله بتجيله، وقاعد مستني كمان ثانيه ومفيش حاجه جايه له من السينود والايجنود. طب الثالثه، طب عدى 10 ثواني، طب عدى 20 ثانيه وبرضه مفيش اي حاجه بتجيله. ايه اللي بيحصل في دماغه؟ هو اصلا خد بالك ان السينود والايجنود اصلا مفهمينه ايه؟ مفهمينه ان لو عدى وقت معين، عدى مثلا 20 ثانيه ومفيش اي رساله وصلت ليها، انت تتحكم لوحدك وانت تاخد القرار بتاع تحدد مصير الخلايا اللي معاك لوحدك. انت تبقى القائد بتاع الخلايا دي وتحدد مصيرهم لوحدك. فالبروتين فايبر لما لقيتها عدت 30 ثانيه والاس نود والاي نود ما عملوش حاجه، عمل ايه؟ قال لك استلم هو المسؤوليه وخد هو القياده وعمل ايه؟ قال لك والله هبدا ابدا استلم المسؤوليه. استلم مسؤوليه، يبدا يعمل الريزم بتاعه، يبدا يطلع الريزم من 30 ل 50 نبضه كل دقيقه. تقول لي طب ده هيعمل ايه؟ او مجرد 30 نبضه في الدقيقه ده هيعمل ايه بالنسبه للقلب اللي كان بيضرب 80 نبضه في الدقيقه؟ اقول لك لا، على الاقل خالص شويه النبضات ديت مش حتى لو ما فوقتش الشخص، بمجرد بس انقاذ الحياه، بمجرد ايه؟ بمجرد اسكيب او مهرب ليه لعضلات الفنتريك او لخلايا الفنتريك ديت، يقدر من خلاله ان هو يقدر يعيش او يقدر ينمو. لو الاس نود والاي نود حصل لهم توقف او عدم قدره على انتاج النبض. طيب هل البروتين فايبر بس اللي مسؤوله؟ هل البروتين فايبر بس اللي بتعمل كده؟ قال لك لا، ده احنا حتى ده فكره عنها زمان. ايه كنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنقول ان كل خليه من خلايا القلب بتاعك عندها خاصيه الريسبستي او عندها خاصيه انتاج النبض لوحدها. كل خليه مش مجرد الاس اي نود والاي نود، ده كل خليه من ما هو الفنتركل ده ما هو عضو زي القلب بيتكون من مجموعه من انسجه الفنتركل. نسيج الفنتركل ده بيتكون من مجموعه من الخلايا. متخيل كل خليه من مليون خليه ده بتعمل ايه؟ كل خليه من مليون خليه لها القدره اصلا على انتاج نقل مستقل ليها. هتقول لي طب ازاي؟ ده هيعمل لي دخل في الاشارات، ازاي يعني كل مليون طلع لي النبضات بمزاجها؟ قال لك لا، مش مزاجها، ده كل حاجه منظمه سبحان الله. الاس اي نود والاي في نود هم كانوا القائد بتاعه والوزير بتاعه. لما يسقطهم في خليه من الخلايا، حتى لو ما كانش بروتين فايبر، في خليه من الخلايا ديت تبدا تعمل ايه؟ تبدا تمسك المسؤوليه وتطلع ايقاع القلب او نبض للقلب تبع لايقاعها هي. لان زي ما اتفقنا القلب مش بيفكر، ده ماشي بقانون معين. القانون بيقول ايه؟ الخلايا اللي بتبدا تطلع النبضات، تطلع الاشارات الكهربيه او الاشارات العصبيه بتاعتها بدري، بتعمل ايه؟ بتبدا تمشي القلب كله على ايقاعها. طيب الاس اس اي نود ما بيطلعش، والاي نود ما بيطلعش، وعندي خليه قلبيه بتطلع بمعدل 20 قليل، بس ما فيش غيرها، بس اعلى حاجه موجوده دلوقتي. فده يعمل ايه؟ ده يعمل ان الفنتريك بتاعك يرجع ينقبض تاني، حتى لو الدنيا مش شغاله، بس الفنتريك اهم حاجه يبقى بينقبض بسبب وجود البروتين فايبر. وده كان شايف ببساطه ملخص حاجه اسمها الفنتريكولار اسكيب او مهرب الفنتريكل. قلنا فيها ايه؟ كملخص ليها برضه نشوف لو نسينا حاجه.
قلنا والله في البدايه الاس اي نود ما بتطلعش النبض بتاعها، وبالتالي ده بيؤدي الى نقص الكونتراكشن، وبيؤدي ان الكونتراكشن بتاع البريكل هينزل في الارض، لان لمده 30 ثانيه ما حصلش فيه نبضه. يبدا البريكنج فايبر تطلع النبضات بتاعتها، بتطلع نبضات كام نبضه؟ قال لك والله في حدود 30 نبضه في الدقيقه. طيب ما انت برضه نسيت تقريبا تشرح لي جزئيه او تقول لي حاجه، هل الحاله ديت شائعه او كومن ولا نادره بتحصل؟ ولو حصلت وسواء شائعه او لا، ايه اسبابها عشان اتفاداها؟ ما انت بتقول لي الحاله ديت واضح انها حاله خطيره، اتفاداها ازاي؟ اقول لك والله ببساطه المشكله كلها كانت ايه؟ كانت مشكله في التصوير، المشكله ان الفيجاس نيرف اللي ده المشكله ان الفيجاس نيرف ده راح الاس اي نود خلاها تتظبط. لو حصل استثاره الاسباب نبدا نشوف الكوز بتاعتها، كوزز. قال لك والله الكوز بتاعتها يعني الفيجاس نيرف يحصل يتجنن ويبدا يطلع الاشارات بتاعته اشارات تصويتيه مستمره للاس اي نود والاي في نود. طيب ما هو ببساطه ايه اللي ممكن يعمل لي زياده في الفيجاس نيرف؟ ايه اللي ممكن يعمل لي زياده في العصب الحائر ده يخليه يظبط لي الاس اي نود والاي في نود؟ قال لك والله ده بيحصل في حالات الاغماء، لو حصل مثلا حصل صدمه ولا حاجه، واحد مثلا بيكون بيخاف من الدم ولا حاجه وشاف شويه دم قدامه او حصل له صدمه، بيحصل ايه؟ قال لك والله العصب الحائر زي ما تقول قلبه عليك، او زي ما تقول حنين، بيعمل ايه؟ ده عشان يهون عليك المنظر، عشان يهون عليك المنظر العصب ده عمل لك ايه؟ ابتدى يقلل من ضربات القلب، يقلل من ضربات القلب يعني ايه؟ يقلل من الاس اي، يقلل الاشارات يعني ايه؟ يبدا يهديك شويه، يبدا يقول لك اهدى. لو بتخاف يبقى يهدى. بيحصل في حالات ايه؟ بيحصل في حالات الاغماء، لو شفت منظر بيخوفك ولا حاجه، الفيجاس نيرف يظبط الاس اي نود. المشكله ان الفيجاس نيرف ده ممكن لما بيجن ولا حاجه مش مجرد ما بيقللها، ده بيقفلها بالكامل. حاجه ثانيه برضه يا شباب لو تعمل الحاله ديت، قال لك والله مش انت كلها انك عايز ان الفيجاس نيرف ده يتظبط يتنشط جامد. طب وانت عايز تنشط حاجه تعمل ايه؟ امسكه او المسه. الفيجاس نيرف ببساطه لو في حاجه ضغطت عليه مثلا زي تيومر، زي عضو تاني موجود حواليه، فحصل احتقان مثلا او تجمع دم اتجمع في عضو وبدا يضغط على الفيجاس نيرف، ببساطه ضغطت عليه يبقى حفزته، يبدا تخيلوا مثلا شخص مثلا عصبي وانت مثلا قعدت تزق فيه يبدا يحصل فيه دماغه هتتجنن ويبدا يحصل له استثاره ويبدا يخبط في اللي قدامه. ده اللي بيحصل برضه بالنسبه للفيجاس نيرف لما يبدا حد يلمسه. طب ايه اللي ممكن يلمسه؟ بصوا عشان شد دي نقطه مهمه قوي. قال لك والله ببساطه مش مجرد تيومر او مجرد احتقان دم، انت ممكن لو لمسته بايدك تلمسه بايدي، وانا ممكن المس الفيجاس نيرف بايدي. اقول لك النك بتاعتك لو المنطقه في النك بتاعتك مقفل كده هي مقفل ديت اللي ديت النك اهي، لو منطقه معينه في النك دي اسمها ايه؟ اسمها كاروتيد ساينس، كاروتيد ساينس، او جيب معين في منطقه الكاروتيد. يعني ايه ساينس يا شباب؟ يعني فراغ، منطقه موجوده في النك بتاعتك تقريبا بيبقى في مش في النص هنا، بيبقى في الجانب بتاع النك، في الحرف بتاع النك ده تلاقوها منطقه فراغ مش موجوده، مش حتى مثلا بالقصبه الهوائيه ما فيهاش عضلات تحميها، ما فيهاش شيء حتى سميك يحميها، مجرد فراغ. الفراغ ده لو ابتديت تدخل ايدك فيه بشكل زياده هيلبس مين؟ قال لك والله حصل بقى ان الجلوس نيرف بيعدي في المنطقه اللي في النك ديت، لو ضغطت عليه بزياده بايدك هيبدا يتجنن ويتحفز بزياده ويحصل له اغماء. بتشوفها فين يا شباب؟ بتشوف والله في الافلام، مش بتشوف مثلا في الافلام يكون واحد مثلا بيتخانق مع واحد يبدا يلف مثلا وراه ويمسك منطقه في رقبته، واول ما يمسك من رقبته يمسكه مثلا من رقبته يغمى عليه وينام. عملها ازاي؟ ببساطه او فكره الموضوع ده ما هو لهاش من دماغهم، مثلا الخيال بتاعهم مش من دماغهم، بيبقى معتمد على حاجه ثانيه. معتمد على ايه في الجراحه ديت؟ والله معتمد ان المنطقه اللي لمسوا منها ديت اللي كان فيها ساك او كان فيها ساينس فراغ، الفراغ ده بيمر فيه حاجه اسمها الفيجاس نيرف. انا محتاج الفيجاس نيرف ده اللي مسؤول عن الراحه او النوم. انا ممكن انا محتاج احفزه هيقدر يحفزه بالنسبه للفيلم، هيديله مثلا دواء يبدا يديله دواء او هو ياخده. قال لك لا يلمسه، لمسه يبدا يحط ايده في المنطقه بتاعه الساينس ديت في الرقبه، وبالتالي يؤدي الى ان الفيتس نيرف يشتغل، يبدا يحصل يخش في المود بتاع الراحه بتاع الريست والدايجست، يحصل اغماء. وده كان بالنسبه للشباب لحاجه اسمها الفنتريكولار اسكيب او الملجا او المهرب بتاع الفنتريكل اللي يقدر ينقذ بيه نفسه لو حصل الاس اي نود، حصل سقوط للاس اي نود وما بقاش ينقذ.
تفاصيل صغيره يعني معنى الانرفيشن بشكل عام، الانرفيشن بشكل يعني التوصيل العصبي او التعصيب. بس القلب بس ده بيناقض تعريف القلب. القلب عضله مستقله، عضله لو شلت القلب من كل الاعصاب المتصله بيه بس محتاجين دم، حطيناه في محلول تاني من الجلوكوز ومن الاكسجين، هيبدا ينقبض بالساعات، ممكن يوصل ل 12 13 ساعه متواصل بينقبض وهو مش من الاعصاب بتاعته. ده معناه ايه؟ ده معناه ان العضله ذاتيه الانقباضيه، ذاتيه التعصيب، ذاتيه التحفيز. بتبدا تنتج اشارات مع نفسها. وما انت عملت غير كده من العضله ذاتيه التحفيز؟ لا، ما هو التحفيز ده محتاج تحكم، محتاج غرفه تحكم موجوده فين؟ موجوده في المخ. لان المخ هو المتحكم في كل جسم الانسان عاقل. المميز بتاعك مش المشاعر ده، المميز بتاعك حاجه اسمها العقل. العقل بيبقى فيه موجود في غرفه التحكم. غرفه التحكم ديت بتبدا غرفه التحكم من خلالها تاثر في القلب ده، سواء بتزود من معدل الانقباضه او بتقلل من معدل الانقباضه. وشفنا ان الرسمه دي يا شباب في مهم فيها يعني نوعين من السنترز اللي موجوده. في نوع اسمه كاردياك اكسايتاتوري او كاردياك اكسلريتنج سنتر. اكسلريت يعني زي ما قلنا منتشي متحمس، يعني فرحان. اكسلريتنج سنتر وكاردياك انهبيتوري. من اسمها اكسلريت يعني تحفيز، انهبيتوري يعني تثبيط. ودرسنا طبعا كل خاصيه من الخواص الاربع خواص: ريزنستي، كوندكتيفيتي، كونتراكتيليتي، اكزايتابيلتي. بالنسبه للسيمباثيك بيزود كله، وعرفنا التفصيل وعرفنا بيحصل كده ازاي لكل خاصيه. على مدار طبعا الخواص، كل خاصيه احنا درسنا عنها في كل خاصيه اصلا. وبالنسبه للكاردياك انهبيتوري الاربع خواص كان بيتم تظبيطهم. والمهم في كل خاصيه بالنسبه للكاردياك اكسلريتنج سنتر ربطناها بس بحاله اللي اسمها قلنا فيها جزئيه معينه اللي هي السمباثيك تون. السمباثيك تون يعني ان الاوعيه الدمويه سواء الشرايين والاورده اللي موجوده في جسمك مش مجرد موجوده في حاله طبيعيه، لازم يبقى فيها ايه؟ لازم يبقى ليها لمسه، او زي ما بنقول فيها سنه انقباضيه. طب ليه سنه انقباضيه مش سنه انبساطيه؟ يعني ليه السمساوي هو اللي اصلا بيخليها تنقبض؟ لازم يحصل ليه كده؟ لازم يحصل لان انت عندك خاصيه اسمها البلاد بريشر، ضغط الدم. فالدم بتاعك المفروض من خواصه لازم يبقى ليه ضغط معين، 120 على 80 ضغط انبساطي وانقباضي. عشان ضغط الانبساطي يعني ضغط الانبساطي يعني الشرايين نفسها مش جدرانها مش منقبضه، جدرانها منبسطه. بس بتقول لي الضغط الانبساطي 80، ما احنا عشان نحافظ على 80 دي محتاجين حاجات. ما هو الضغط الانبساطي مش صفر، ما هو لو الضغط الانبساطي بيساوي صفر فانا مش محتاج حاجه. انما الضغط الانبساطي فيه معدل، يعني هو منبسط وفي حالته المرتاحه في برضه معدل الضغط والنبضات. ليه موجود ده؟ قال والله بيتحسب حاجه اسمها السمباثيك تون. الالفا 1 ريسبتور اللي موجوده على مدار الاوعيه الدمويه ديت لازم التون بتاعه الطبيعي يبقى فيه سنه انقباضيه. بتعمل ايه سنه الانقباضيه ديت؟ بتحافظ على تدفق البلد بريشر. واهم حاجه وبرضه في الجزئيه الثانيه من الحصه قلنا عن حاجه اسمها الفنتريكولار اسكيب. شرحنا بالنسبه للانهبيتوري سنتر الفنتريكولار اسكيب او الملجا بتاع الفنتريكل في حاله تعطل الاس اي نود والاي بي نود. مين اللي بيأثر الاس اي نود والاي بي نود؟ الفيجاس نيرف. وشرحنا مع بعض الحالات اللي ممكن تخلي الفيجاس نيرف ينتهي ويؤدي الى تثبيط القلب بالشكل ده. وبكده يا شباب تقريبا اغلب المحتوى بتاع الكاردياك انرفيشن، سواء محتوى مقرر علينا في المنهج واللي موجود في الكتاب او الاجزاء المهمه